مستواك في الانجليزي ضايع؟ طب تعالى هقولك على تريكايه انا مشيت بيها في شويه حاجات كده، فرقت معايا شويه، لان انت لما بتحط فكره في دماغك هي اللي بتغير لك منظورك لكل حاجه. without practice you will never do anything. هل انت متخيل ان الجمله اللي انا قلتها دي كنت بعرف اقولها عادي كده؟ طب خلينا بس امثلك بمثال تاني. انت دلوقتي احنا كناس مثلا عرب وبنعرف نقرا عربي، هل انت لما بتيجي تقرا القرآن على سورة انت ما قريتهاش قبل كده بتلاقي نفسك عارف تقراها بسهولة؟ ده انت بتلاقيها صعبة جدا وانت مش عارف تقرا وتبقى مستغرب وعندك حالة ذهول. هو نفس الموضوع بالظبط، الممارسة. انت لما بتمارس الانجليش كتير بتعرف توصل لمستوى احسن بكتير من اللي انت فيه. الموضوع ملوش علاقة بحفظ كلمات وملوش طبعا حفظ الكلمات مهم، لكن هي الممارسة اساس كل حاجة. انا ممكن يعني مش زمان كنا احنا بنستغرب ان واحد مثلا ما بيعرفش يقرا ويكتب بيعرف يتكلم انجليزي حلو قوي؟ ما هو لما مارس واختلط مع الاجانب كتير بقى يعرف يتكلم معاهم وتعلم. كل حاجة انت بتمارسها بتعرف تتعلمها كويس. قرآن لو انت مش بتمارسه كويس مش متعود اللي انت تقراه، لما تفتح سورة من المصحف هتلاقي نفسك مش قادر تقراها وبتقراها غلط. فانت محتاج تمارس عشان تقدر توصل للي انت عايزه. لو كلامي عجبك اعمل لي لايك، ولو عايز تشوفني تاني اعمل لي فولو، اكتب لي كومنت هرد عليك. يلا سلام.